ملوك وسلاطين الاكله الحرشه اتجمعوا في الطاسه اللي انتوا شايفينها دي طاسه نزله الكوابل، ودي يعتبر اشهر طاسه للاكل البلدي الحرش زي الكفته القماطي والسجق البلدي اللي في الهوي منه. فعايز اقول لك بقى لو انت اكيل فانت تستاهل الطاسه اللي انت شايفها قدامك دي، لان طاسه نزله الكوابري في اخر فتره كانت مكسره الدنيا في مدينه نصر. ولكن احب ابارك على الفكره وعلى الفرع الجديد اللي انا موجود فيه النهارده. المفروض بقى دلوقتي ان احنا في الرحاب عند شارع السوق القديم، والشارع دوت اسمه المدينه المنوره، فاحنا نازلين دلوقتي عند نزله الكوابري في شارع ابو طارق عند بوابه 6. فيلا واللي انت ما تعرفوش بقى ان الطاسه اللي قدامك دي بتكفي 5 افراد. فيلا بينا نسوي البلدي، واللي انت شايفه قدامك ده كله هينزل في قلب الطاسه. اول حاجه عملها هو نزل بالزيت لحد ما يسخن، وخلال ما الزيت ما بيسخن بقى بيبدا ان هو يكور لك الكفته القماطي الجميله مع الكفته البلدي الصوابع. طبعا بقى الشيف عبد الله هو اللي ماسك لي الطاسه وبيعمل لنا بقى الاكل العظيم اللي احنا هنشوفه دلوقتي خلال الفيديو. يا جماعه ما شاء الله اللحمه اصلا قبل ما تستوي وهي مش مستحمله. طعم الميكس ده والله في الوي منه فيه. ويا سلام بقى لو طلبت طبق فته باللحمه البلدي وينزل لك عليها بالصلصه الحمراء. فانا عايز اقول لك بجد انت لما تروح تاكل في المكان ده هتحس انك بتاكل اكل حرش اصيل، بس الفرق الوحيد انك بتاكله في ايدك. فشابوه جدا لنزله الكوابري، واتمنى انهم يفتحوا سلسله مطاعم مش فرعين بس. حبيبي يا قلبي.